وصلت ال5000. اخيرا وصلت ال5000. بصوا، الاول كنت يعني بجيب ال100 او ال500 دول بالعافيه والله العظيم. دلوقتي الحال اتحسن. بص، الاول اعرفكم على نفسي. انا محمد احمد، طالب في هندسه عين شمس اولى عماره، يعني تاني سنه ليا في هندسه. عندي 19 سنه، ساكن في القاهره. يعني اللي بيشبه عليا انت ما شفتنيش الا لو انت في هندسه. مفاجاه كمان بقى، مفاجاه. مفاجاه. زينه مش اختي، زينه بنت خالي والله العظيم. فمعلش على الصدمه، معلش. يلا بقى نرد على شويه اسئله جات لي على بوست اسالني عشان نخلص كده ونخلص. ماشي. بسمه بتقول لي يا ريت تنزل فيديوهات على طول وما تغيبش. بصي، انا الدراسه نفخاني والله العظيم، نفخ السنين. انا ما اتنفختش كده قبل كده، يعني طول اليوم بعمل لوح زي دي والله، زي حاجه زي كده يعني. وغير كده بقى الرسومات اللي برسمها، فطول اليوم واقف. المشكله كمان اني بستنى اما البيت كله ينام عشان ابتدي اصور. فتخيلي الموضوع صعب ازاي. فانا اسف، بس انا هحاول اصور كتير النهارده وبكره عشان ينزلوا في فترات قريبه من بعض. بس في الامتحانات انتوا مش هتشوفوني، ماشي؟ مش هتشوفوني. وشكرا ليك على الدعم. على فكره انا بشوفك على طول بتكتبي كومنتات كتير على فكره. كتبتي لي كومنت تاني بتقولي اعملي فيديوهات عن البنات الاوفر والشباب ومعامله الشباب للكبار. حاضر، بس انا عندي بتاع فكرتين. هو مش فكرتين، هم اكتر من فكرتين. في كمان قولي 4 حاجة كده يعني، ننفذ منهم بس فكرتين وهخش على افكاركم تاني. تمام. وحاضر وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. في بقى كومنت كده تخين، سؤال كده قد كده اهو، كلبوز. بتقول بقى ايه اللي جاب لك فكره انك تعمل فيديوهات؟ بصي يا ستي، اقول لك حاجه. انا بحب اليوتيوب جدا، بموت فيه. بشوف الناس اللي بتعمل عليه فيديوهات ومتابع ناس كتير، سواء بيعملوا فيديوهات زي بتاعتي تمثيل، سواء او فيديوهات اللي هي ايه، بتقول اللي هي الحقائق العلميه والحاجات دي. تمام. سواء بقى مصريين او اجانب وكده، بتابع ناس كتير جدا. انا حاببهم جدا وباهر باللي هم بيعملوه، باهر باللي هم وصلوا له. وانا شايف ان انا ان شاء الله اقدر اوصل لكده ان شاء الله يعني. بس نفسي اعرف الناس دي عرفت تعمل كده ازاي. اول اللي شجعني اول ان انا اخش اليوتيوب كان واحد اسمه كريم متولي، عنده قناه على اليوتيوب. الولد ده مصري عايش في امريكا. ده بيعمل فيديوهات، وهو ده اللي شجعني بجد ان انا اخش اليوتيوب، خلاني هموت اخش اليوتيوب. غير كده انا بحب جدا اضحك الناس. وانا شايف من كومنتاتكم، انا بقراها كلها على فكره، كومنتاتكم كلها بقراها يعني، حتى لو ما بردش عليها انا بقراها. اللي انا قدرت فعلا اعمل كده، وده حاجه تقدير ليا كبير جدا. غير كده انا طول عمري ما كنتش يعني، محدش كان بيقدرني، محدش كان بيديني فرصتي يعني. مثلا في المدرسه انا كنت شاطر جدا في الدراسه بتاعتي، بس عمر ما المدرسه بتاعتي قدرتني. حتى الشهادات الورقه اللي بياخدوها الناس دي ويعلقوها في البيت، كنت مثلا اشوف اصحابي القدام عندهم وانا محدش اداني حاجه، مع اني انا كويس في المواد دي، بس محدش فعلا كان بيديني حاجه، محدش كان بيقدرني. غير كده لما كان عندي اي هوايه بعملها، بتيجي الاجازه بروطه في البيت، بروطه عكرام طول الاجازه. ففكرت في حاجه جديده ان انا اعملها. غير كده بقى يوتيوب بيديني 3 جوائز اما بوصل لعدد سبسكرايبرز معينين. 100,000، مليون، 10 مليون. 10 مليون، تخيلوا 10 مليون. هم دول هي دي الجوائز. فتخيلوا بجد انا هموت على الجوائز دي. انت بتقولي لي هنا في الكومنت انت كان شعورك ايه اما وصلت 5000؟ انا مبسوط جدا بيهم. زي ما قلت في الاول، انا بالعافيه كنت بوصل لل100 او وعديت ال500 بالعافيه. فبجد حاجه حلوه. بس ال5000 دول لو كانوا على اليوتيوب كانت هتفرق معايا بجد. عارفه يعني من 100,000 فاضل لي 95,000. في امل ان انا اوصل، فان شاء الله هوصل اللي انا نفسي فيه. افكار الفيديوهات بتجيلي منين؟ من الحياه اليوميه. اي حاجه بشوفها كده عايز اتريق عليها. انا شايف ان انا شاطر جدا في التريقه، فما اقولكيش بقى ببهدل الناس. وبحب ان انا يعني يكون الفيديو مش تافه، يعني يكون في حته يعني ايه، حتى لو حته بسيطه صغيره جدا، يكون فيها حاجه يعني زي حاجه تنفعكم او بتناقش قضيه معينه. مين بيدعمك؟ اهلي. الدعم من اهلي مش جامد قوي، محدش بيكلمني عن الموضوع ومحدش منبهر باللي انا بعمله قوي غير زينه. يعني زينه منبهره جدا، ومامتها برضو منبهره جدا. يعني زينة بتحب جدا اللي هي تصور معايا. بس المشكلة لما ابتديت اغير نوع الفيديوهات بتاعتي
فابتدى ان صعب زينة تصور معايا، بس ان شاء الله يعني هحاول اطلعها معايا برضه تاني. غير كده وسيف برضه اخو زينة من اهلي برضه بيدعمني جدا ومنبهر برضه باللي انا بعمله. هو ده اللي معانا في الصورة، بيقعد يفتح البيج ويقعد يقرا الكومنتات اللي فيها ويقعد يسألني ويشوف اللايكس اللي بتزيد والفانز اللي بيزيدوا، ومنبهر جدا يعني. بس دول من اهلي. اما بقيت اهلي، بابايا بيدعمني ماليا، ماما بتقعد تتفرج على الفيديوهات بتاعتي، ما اعرفش يعني ما بتقوليش حاجه يعني، بس يعني ما بشوفها بتتفرج على الفيديو بتاعي بقول لها ابوس ايدك اقفليه وطي صوته، مش عايز اسمعه، الواد ده رخم، عارفين. ما بحبش حد يتفرج على الفيديو بتاعي قدامي خالص، بتضايق او مش بتضايق، بخاف من رد فعله، مش بطمن، ما عنديش ثقه في نفسي قوي يعني. مين بقى من اصحابي بيشجعني؟ بصي، مش كل اصحابي بيشجعوني. انا اولا ما عنديش اصحاب كتير، قليلين منهم جدا اللي بيشجعوني، بس في ولد زياد ده اللي معايا في الصوره. الولد ده زي ما تكون القناه دي بتاعته بمعنى الكلمه، عارفين يعني. بيمسك موبايلات اصحابه، هات يا حبيبي، ويفتح القناه بتاعتي ويعمل سبسكرايب ويفتح لهم النوتيفيكيشنز عشان لما فيديو جديد ينزل يجي لهم اللي انا فيه فيديو جديد. فالولد ده بجد شوفوا اللي بيعمله معايا. وغير كده انه بيساعدني في عناوين الفيديوهات، ساعات افرجه على الفيديو يقول لي شيل حته، حط حته معينه. فبجد هو ولد محترم، هو في صيدله وربنا يوفقه، ولد شاطر جدا وانا بحبه جدا. انا اتعرفت عليه ازاي؟ مامتي مدرسه، تمام، فكانت بتجيب لي مدرسين من المدرسه بتاعتها يدوني دروس، فالمدرسين دول ابتدوا ياخدوني معاهم بيوت تانية. فمن الدروس دي اتعرفت على زياد، عشان هو زياد اصلا كان في مدرسه مامتي. بعد كده ابتديت اشوف زياد واكلمه، بقى هو فعلا من احسن اصحابي، فعلا بجد ولد تحفه 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 تحفه. بقى اما قريت الكومنت بتاعك في موضوع فيديوهات لو خيروك انت عايزه تخلصي مني، فعلا انت عايزه تخلصي مني. انت عارفه يعني ايه لو زينة عملت معايا حاجه زي دي؟ ده هتنفخني. اقول ايه؟ مش عايز اقول كلام عيب، بس يعني ايه، حاضر هعمل الفيديوهات دي. انا كان نفسي اعمل حاجات زي كده اللي هي التشالنج. قشطه هعمل الفيديوهات دي ان شاء الله. انا عارف نور ستار بنت اللذينه عندها 2 مليون وقربت على 2 مليون و400 يعني، يا بنت اللذينه. وهي بصراحه بنتي كيوت فشخ. بحب الشتاء ولا الصيف؟ بحب الشتاء. اقول لك ليه؟ هدومه بتبقى اشيك. بقول لكم ايه، هتتريقوا عليا؟ ما انتوا كلكم كده بتحبوه عشان هدومه بتبقى اشيك. غير كده انا بتنرفز بطريقه غريبه ما بعرق، فالصيف ده انا ما بطيقوش، وماما بتبقى حارسه الريموت التكييف ومش عايزاني اولعه. عارفين يعني ما بتيجي فاتوره الكهرباء كده وتبقى غاليه شويه، الكهرباء مفيش تكييف هيولع تاني، عارفين يعني. ماما دي غريبه. علي محمد بيقول لي اكتر حاجه خلتك ودفعتك تعمل فيديوهات؟ زي ما قلت قبل كده، زي ما قلت بالظبط. غير كده انا بحب اضحك الناس، كنت سمعت ان ربنا بيجازي الناس اللي هي بتضحك الناس تانية، بس ان شرط ان هما وهو بيضحكوا ما يضحكوش بطريقة يعني عيب، ما يكونش فيها كلام زبالة وكده يعني. انا بستغرب قوي من الناس اللي الكوميديا بتاعتها بتبقى معتمدة عن الشتايم والحاجات اللي قلة الادب، فلا يعني لو صح فتخيلوا بقى انا بضحك كام واحد. مش بتخاف حد يتريق عليك؟ لا، ما بخافش حد يتريق عليا. هقول لك ليه. الناس مش كلها زي بعض، تمام؟ في اللي بيبقى مستني لك الغلطه، وفي اللي هيسقف لك، وفي اللي هيقف جنبك، تمام؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا حاسس انه دمه ما كانش خفيف قوي. تقدروا تتابعوني على الحاجات دي. اعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، السبسكرايب هو مش بيكسبني على فكره، الفيوز هي اللي ممكن بتكسب شويه، بس برضو انا ما بكسبش حاجه من اليوتيوب. فعلا الفيوز اللي معايا لازم تبقى فيوز عاليه جدا عشان ابتدي اكسب من اليوتيوب، فانا ما بكسبش حاجه من اليوتيوب. حتى تمن الترايبود اللي عليه التليفون ما جبتش تمنه حتى، يعني حتى هو بابا هو اللي جايبهولي، بس يعني عادي. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتقدروا تتابعوني على بقيه الحاجات دي. وانا كده خلصت. كان معاكم محمد من توب انفينيتي. سلام. بنتكلم عليه هو تقليد الأهل، في شويه ناس بتعمل حاجات كده وبعد كده عايز تعمل زي لا